في يوم من الأيام كان في حضارة كانت مزدهرة لحد ما في فترة من فتراتها دخلت حرب مع دولة من الدول. ولكن الدولة من الدول دي ما كانتش مجرد دولة من الدول، وكان للأسف عندها مفاجأة. في 6 و9 من أغسطس 1945 أمريكا بتفجر اليابان. صدمات وحروق إشعاعية وتسمم إشعاعي وسرطانات. البلد دي حرفيا اتمحت. طب ازاي بقت كوكب اليابان؟ ازاي بقت لما تسمع اليابان على طول يجي في بالك القطر، الطلقة، الروبوتات، التطور؟ كوكب اليابان رائدين في كل مجال. سؤال: ازاي الناس دي قدرت تنهض بعد المحو؟ ماشي، خلينا اولا نعرف الحضارة. بص، بصراحة مش عايز اقول حاجة اكاديمية قوي، فممكن ناخد مثال لحضارة من الحضارات وندرسها ونستنتج مع بعض. خليني مثلا اخد الحضارة الاسلامية، اللي هي اكيد واحدة من اعظم الحضارات ومش بعيدة قوي. هنلاقي اولا ان كان لها حاكم اللي هو مؤسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ما توفى ظهر فيها المصطلح اللي هو الخلافة، وهو ان واحد يرأسهم رئاسة عامة في الدين والدنيا. كانوا بيستشيروا بعض على مين هيحكم، كانوا بيمشوا بنظام الشورى. وبعدين اتحول النظام ده لنظام الوراثة في عهد معاوية بن أبي سفيان بعد مقتل علي وأمور الفتنة الكبرى، وبدأت الأسرة الأموية وتأسست دولة جديدة. وانتهت الدولة الجديدة دي وظهر مكانها الدولة العباسية بنفس نظام الوراثة. وهنا يظهر مصطلح تاني في النظام السياسي اللي هو الوزارة، وهو معروف، هو مساعدة الحاكم في شؤون الحكم. ومصطلح تالت اللي هو الولاية، إن الحاكم يبعت والي للولايات اللي تبع الحضارة دي تولى أمرها. وتظهر الدواوين اللي هي السجلات اللي هي الوزارات حاليا، وتظهر الحسبة اللي هي إرشادات سلوكية في المعاملات التجارية. وكان في الجيش والقضاء والشرطة، وأظن كلهم معروفين. طيب نبعد شوية عن السياسة وأمور الضبط ونروح للاقتصاد. هنلاقي إن هم اهتموا بالزراعة وحصل عندهم ما يسمى بالثورة الخضراء، وهي قفزة عالية في الإنتاج الزراعي. وكمان اهتموا بالصناعة، عملوا تروس وسدود ومحركات وتوربينات، وكان عندهم مطاحن صناعية ومصانع ورق إلى آخره. وكمان اهتموا بالعامل، كانوا بيرعوه وبيكرموه، وكان له حقوق لأول مرة في التاريخ، يعتبر أول مرة في تاريخ العمال، بعيدا عن المذلة والهوان اللي كان قبل كده. طيب نبعد شوية كمان عن الاقتصاد ونروح للعلوم والفنون. أكتر حاجة اتعرفت عن الحضارة الإسلامية يعتبر في الفنون هي فن الزخرفة وغيرها من الفنون. أما عن العلوم، عندك أطنان علماء وفلاسفة. لا بص، دي محتاجة لها نفس. خد يا معلم: ابن سينا، البيروني، الرازي، الإدريسي، ابن كثير، الطبري، سيبويه، ابن خلدون، الكندي، ابن رشد، ابن النفيس، الذهبي، الخوارزمي، ابن الهيثم، الجزري، ابن حيان. ما تعدش. وهم مش بس كتار جدا، خلينا نشوف قيمة الواحد فيهم. مثلا البيروني، طيب عد: رحالة، فيلسوف وفلكي، مؤرخ، صيدلاني، جغرافي، جيولوجي، مترجم ورياضياتي. عايز واحد تاني؟ لو كده مش هنخلص صراحة، فروح انت ابحث بقى لو مهتم. نبعد شوية بقى عن العلوم والفنون. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق عنوان الشعوب، وفي الحضارة الإسلامية كان بيحس عليها الدين الإسلامي وبينادي بيها المصلحين. ومؤسس الحضارة دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عايز الناس تتعامل بقانون الخلق الحسن. ويكفيك لما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب أظن إنك مستنتج استنتاج هنا، وهو إننا اتكلمنا عن 4 حاجات: نظام اقتصادي، سياسي، وعلوم وفنون، وأخلاق. ودي العوامل اللي لازم تاخد بالك منها لما تعمل حضارتك القادمة. أما عن تعريف الحضارة نفسها فأهو استنتج من اللي قلناه. ال4 حاجات دي هي إيه؟ هي نظام اجتماعي بيحسن ويسهل طريقة عيش الإنسان. ده فهمي. نرجع سنة بس للعوامل اللي قلتلك عليها. انت لو مشيت بيها هتعمل حضارة ماشي، بس أنا معلش مش عاوز أعيش فيها. ليه؟ شايف الحضارات حواليها عاملة ازاي؟ آخر تطور، وانت عايز ترجع بيها 7000 سنة. عارف تعمل ايه؟ المترجمين يا عم. يا اخي المترجمين دول تقريبا اكتر ناس اندر ريتد في التاريخ. دول اللي هيعرفوك التطور بتاع الحضارات السابقه وصل فين، تتلافى اخطائهم وتطور من اللي وصلوا له، زي ما عمل مترجمي الحضاره الاسلاميه لما ترجموا كتابات الاغريق وغيرهم، واللي قبلهم ترجموا كتابات اللي قبلهم واللي قبلهم، وهكذا. طب ما هو يزيد، انت بتقول لي اهتم بالمترجمين عشان اعمل حضاره متطوره وكده. طب اول حضاره في التاريخ دي اتعملت ازاي ومفيش مترجمين يترجموا حاجه اصلا؟ ايوه كده، احب اسئلتك. خليني احكي لك اول حضاره في التاريخ نشأت ازاي. تسمع على العراق اللي جنبنا دي؟ لا مش هي اقدم حضاره في التاريخ. هي وجد على مكانها اقدم حضاره في التاريخ. هم دول ازاي بقى عملوا حضارتهم؟ هل زهقوا من الوضع اللي هم فيه وقالوا تعالوا يا جدعان نحسن ونسهل وننظم حياتنا؟ اكيد لا. ولا ليه اللي قبلهم واللي قبلهم الى اوائل البشر ما عملوش كده؟ شوف، هو بطل قصتنا هنا اكتر اكتشاف مؤثر في التاريخ،
وهسيب لك 3 ثواني تتوقع هو ايه، واكتبه لي في الكومنتس. 1 2 3. اتوقع قلت مثلا الكهرباء، الذره. يا راجل بقول لك اكتر حاجه مؤثره في التاريخ. اتخيل بقى يا اخي، الزراعه. حرفيا الزراعه الحضارات. هي قبل ما تشتمني خليني اقول لك ليه. قبل الزراعه كان الانسان عنده 3 امور: بينام، ادي 1، وبيصحى من الشروق الى الغروب يدور على اكل، دي 2، ويتكاثر، دي 3. لما اكتشفت الزراعه بقى، المزارع ده اللي عنده مزرعه بقى مكتفي من ناحيه الفواكه والخضروات، المحاصيل الزراعيه عموما. اما عن الناس مثلا اللي عندها اجسام قويه تساعدها تصطاد، بقى عندهم فايض لحوم وناقصهم محاصيل زراعيه. اتوقع انك استنتجت القصد. فيروح الشخص اللي عنده فايض لحوم ده للمزارع، يديه من اللي عنده، والمزارع يديه من اللي عنده. بتفكرك بحاجه العمليه دي؟ التجاره. ايوه. دلوقتي يا عم مثلا انا جسمي مفتول العضلات وبصطاد وعايز فواكه خضروات، مش مبدل مع المزارع وهسرق منه. دلوقتي المزارع محتاج يعمل ايه؟ هات حارس واديه محاصيل مقابل حراسته. تمام كده، ما بقيناش قلقانين من ناحيه الاكل اللي هي تقريبا كانت واخده كل يومنا. فبقى عندنا وقت اكتر نفكر، نبدع، نستكشف. ايه ده، احنا محتاجين نظام عشان الموضوع وسع من ايد المزارع ده. حمورابي هو عامل لنا شريعه، عندنا دين كمان يحكم اخلاقنا، والاسره بقت تربي مش بس همها الاكل. خلاص حضاره اهي، نظام اقتصادي وسياسي وعلوم وفنون واخلاق. طيب بص، انا عمري ما شفت حضاره صمدت للابد. ليه يا اخي؟ ليه دي هتودينا في ده؟ المهم، إيه العوامل اللي بتخلي الحضاره تقع عشان لما تعمل حضارتك تحاول تتجنبها؟ والله واشوف، حتى لو حاولت تتجنبها فشبينجلر هيقولك الحضارات زي الكائنات الحية، تولد وتزدهر وتنضج ثم تموت. وده صحيح والتاريخ يشهد. فانت ممكن تطول عمر حضارتك، بس تخليها قايمة للأبد مستحيل. كمان ما تطمعش يا عم، ده أسرة تشين عملت حضارة 14 سنة. طيب أول عامل هيكون فقدان قبول التحدي. معناه ايه الكلام ده؟ أرنولد توينبي بيقول الحضارات بتقوم لما البيئة تتحدى الناس، والناس بالمقابل تتقبل التحدي ده. دلوقتي دي أرض جافة وحر وصعب نزرع فيها، فالناس تتقبل التحدي ده وتعمل أنظمة ري تساعدهم على الزراعة. لما الناس بقى تفقد قدرتها وشغفها ده، هنا تنهار الحضارة. وعندك، وده صعب شوية، الكوارث الطبيعية المفاجئة، موجة جفاف ولا فيضانات ولا ثورات بركانية، وده اللي بيحصل عند حضارة موجودة حاليا. عندك برضو الأوبئة، الحروب، انتشار العنصرية والطبقية. ويعني بص، عشان اختصر عليك، أي خلل هيحصل في ال4 عناصر اللي قلناهم من شوية دول هتنهار حضارتك. أصل بص، كأنك بتقولي المبنى ده مكون من 4 عواميد، تمام، واحد فيهم وقع، فبالتالي هيأثر على ال3 التانيين، هيقعدوا يتلخلخوا لحد ما ينهاروا ويقع المبنى على بعضه. طيب بعد الكلام ده كله، تعالى نلعب لعبة، نعمل منافسة. ايه هي افضل حضارة في التاريخ؟ ايه اكتر حضارة اثرت في التاريخ؟ تعال بقى شوف. عندنا من اشهر الحضارات مثلا حضارة بلاد الرافدين، عندك المصرية القديمة او الفرعونية، وعندنا الاغريقية والاسلامية والصينية. بص بصراحة كنت عايز اذكر انجازاتهم واتكلم عنهم وعن تواريخهم وكده، ولكن ده موضوع تاني خالص الصراحة وكبير جدا. فمن المعلومات اللي انت تعرفها عن الحضارات دي، قولي في التعليقات ايه هي اعظم حضارة في التاريخ في رأيك. وبس كده خلاص. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واشتراك ومشاركة وهذه الأمور، وختام فسلام من الله تعالى عليكم.